الأحداث حصلت يوم 17 يناير في 2007. في 3 بنات أصحاب كانوا سهرانين في ملهى ليلي، ولما خلصوا سهرتهم وقرروا إنهم يروحوا عشان يناموا، وهم خارجين ناتاليا مارتينيز شافت صديق قديم كانت تعرفه، معرفة يعني، كان عنده مكتبة في المدينة، فوقفت تتكلم معاه عند الباب. هم أصحابها طبعا من ذوقهم وقفوا بعيد شوية عنها لغاية ما تخلص كلام وبعدين يروحوا مع بعض. لكن الكلام طول والبنات طبعا مرهقين وعايزين يناموا، فقرروا ان هما يستنوها في العربية، فراحوا لغاية العربية وقاعدين مستنيينها. لكن لما الوقت مر وهي ما رجعتش قلقوا عليها، فدخلوا تاني عشان يدوروا عليها ويشوفوا هي ايه اللي اخرها، وراحوا المكان ما كانت واقفة، لكن المكان كان فاضي، لا هي كانت واقفة ولا رونالدو اللي هو صاحبها اللي كانت بتتكلم معاه. فدخلوا يدوروا عليها ما لقوهاش جوه، قلقوا عليها جدا، يا ترى راحت فين؟ دي احنا لسه سايبينها من شوية، ومش من عادتها ان هي ممكن تمشي من غير ما تبلغهم. البنت اختفت من غير اي اثر، يا ترى راحت فين؟ ده اللي هنعرفه في قضية النهاردة. الاحداث حصلت في عاصمة اورجواي، مونتفيديو، لبطلة القضية اللي اسمها ناتاليا مارتينيز، كان عندها 19 سنة. هي البنت الصغيرة في العيلة، عندها أخت كبيرة اسمها كلوديا، كانوا قريبين جدا من بعض. مش بس الأختين القريبين من بعض، العيلة كلها قريبة من بعضها، عيلة غنية مش مؤخرين حاجة على بناتهم، محقق لهم كل وسائل الرفاهية. البنت كانت متعودة إن هي تخرج مع أصحابها، كان عندها صاحبتين أنتيم قوي تعرفهم من أيام الطفولة، كانوا بيقضوا وقتهم كله مع بعض، ما اعتبروهم العيلة التانية بتاعتها. كانوا بيطلعوا مع بعض حفلات ورحلات، وما كبروا شوية بدأوا يخرجوا ويطلعوا في أجازات لمنتجعات سياحية خارج المدينة. وفي 1 يناير 2007 لما هي خلصت المرحلة الثانوية وعيد ميلادها قرب، كان هتتم 19 سنة، اتفقت هي وأصحابها إن هم يسافروا ويقضوا الأجازة وعيد ميلادها في منتجع سياحي على ساحل أورجواي، منتجع سياحي في مدينة لابالوما. وكانت الخطة إن هم يقضوا الأجازة مع بعض، كانت مدة أسبوعين، وبعد كده هيروحوا مكان تاني هيقابلوا فيه عيلة ناتاليا اللي كانوا أساسا عيلتها كانوا بيتفسحوا في منتجع سياحي تاني كان اسمه راليس. وده اللي حصل، البنات قضوا الأجازة مع بعض لمدة أسبوعين، وبعد كده كلهم اتجمعوا في مدينة باس اللي فيها المنتجع السياحي، هيكملوا الأجازة كلهم مع بعض وبعد كده يرجعوا بلدهم. وده كان في 16 يناير. العيلة متعودة على رحلات بالشكل ده، دايما بيطلعوا في أجازاتهم للمنتجعات السياحية دي، لدرجة إن السكان اللي عايشين في المناطق دي عارفينهم كويس قوي. وفي يوم 18 يناير كلوديا وناتاليا اتفقوا مع بعض إن هم يروحوا مع بعض سبا، وقضوا طول النهار في السبا، منتجع صحي، وبعد ما خلصوا رجعوا البيت، وعلى بالليل كانوا متفقين هي وأصحابها إن هم يسهروا في الملهى الليلي، وكانت المفروض كلوديا تروح معاهم، لكن كانت تعبانة طول النهار، كانت بره البيت، فحبت إن هي تريح وتنام. الملهى الليلي ده كان قريب من بيتهم، من بيت أبو وأم ناتالي، فاتفقت هي وأصحابها إن هم يتقابلوا هناك. أصحابها اسمهم روزاليا، والصاحبة التانية اسمها ناتاليا زي اسمها، بس اسمها ناتاليا سيلفا. وفعلا اتقابلوا وسهروا هناك وفضلوا لغاية 5 الصبح، لغاية ما وقت الملهى المفروض هيقفل. الملهى كان اسمه لا أرينا كندا، فكانوا طبعا مرهقين وعايزين يروحوا يناموا، فقرروا ان هم يروحوا. وهم خارجين قابلت صاحبها اللي هو ليوناردو راكوفيتش اللي هو صاحب المكتبة اللي وقفت تتكلم معاه، وبعد كده وقت بقى اختفت ومعرفوش هي فين. فلما دخلوا دوروا عليها وما لقوهاش قالوا عليها. هم متعودين اما بيخرجوا مع بعض لازم يروحوا مع بعض، وده اللي كانوا متعودين عليه طول عمرهم، بيخرجوا مع بعض وبيرجعوا مع بعض، ولو حد غير خطته بيبلغ التاني، محدش بيمشي كده منه لنفسه، فأكيد هي حصل لها حاجة، استحالة تمشي من غير ما تبلغهم، وأكيد عارفة إن هما مستنينها في العربية، مش محتاجين يبلغوها. فلما عدى وقت طويل مستنيينها في العربية وهي ما ظهرتش، رجعوا تاني الملهى الليلي يدوروا عليها، فتشوا في الدور الأرضي وفي الدور العلوي، ولما ما لقوهاش بصوا من الشباك من الدور العلوي، عشان الشباك ده بيطل على موقف العربيات، فيمكن تكون خرجت مع رونالدو، فبصوا يمكن يلاقوه،
وبالفعل لقوا عربيته راكنة في موقف العربيات، وكان العربية واقفة بس المحرك كان داير، ولمحوا في حركة كده جوه العربية، بس ما كانوش متأكدين لأن الرؤية ما كانتش واضحة. بيبصوا من خلال الشباك والإزاز بتاع العربية كان مقفول، بس كانوش مطمنين. نادوا عليه وسألوه فين ناتاليا. قال لهم إن هو قاعد مع صاحبه في العربية، وإن هو بعد ما خلص كلام مع ناتاليا سابها وراح على العربية عشان يتكلم مع صاحبه، وما يعرفش هي راحت فين ولا شافها، ولا يعرف إذا هي رجعت لأصحابها ولا روحت البيت. فتعشموا إن هي ممكن تكون روحت بيتها، فقالوا نروح لغاية بيتها ونشوف نطمن عليها. وفعلا هي كانت ساكنة على بعد 10 دقايق بس من الملهى الليلي. راحوا قدام بيتها وركنوا وضربوا زمارة خفيفة كده على أساس إن هما ينبهوا كلوديا إن هي تجيلهم، لكن ما يصحوش أبوها وأمها. واستنوا شوية بس كلوديا ما طلعت لهمش، فشكلها كانت نايمة ومحستش بحاجة. فرجعوا تاني يدوروا عند الملهى وحوالين الملهى ويسألوا الناس لو كانوا شافوها ولا لأ. قعدوا ساعتين يدوروا ويسألوا وملهاش أي أثر. بيزيد توترهم وقلقهم عليها، لكنهم مش عارفين يعملوا إيه. لسه عندهم 19 سنة، مش عارفين يتصرفوا بس خايفين على صاحبتهم. اضطروا إن هما يرجعوا البيت، كانت الساعة 8 خلاص، كانوا مجهدين وتعبانين وعايزين يناموا. صاحبتها اللي اسمها ناتاليا، اللي اسمها على اسمها، قالت لأمها اللي حصل وإن هي قلقانة على صاحبتها. أمها طمنتها، قالت لها مش معقولة يعني لغاية دلوقتي مروحتش البيت، أكيد إن هي روحت البيت ومفيش داعي لقلقك وخشي نامي. البنت من كتر تعبها اضطرت تخش تنام، بس نامتش إلا ساعتين بس من كتر قلقها على صاحبتها. قامت على الساعة 11 نفسها تسمع أخبار كويسة عن صاحبتها، لكن للأسف ما كانش لها أي أثر. عرفت إن أهلها مطلعين فرق بحث يدوروا على بنتهم. هي وصاحبتها التانية انضموا للفريق ده وقعدوا يدوروا تاني على صاحبتهم، ونعم الأصحاب بجد يعني. أصحابها وعيلتها رجعوا تاني لآخر مكان كانت موجودة فيه، الملهى الليلي، يمكن يلاقوا أثر لها. أما راحوا هناك طبعا كان الملهى قفل. قعدوا يسألوا يمكن حد يكون شاف حاجة، لمح حاجة، عنده معلومة ممكن يفيدهم بيها، لكن للأسف مفيش حد عنده أي معلومة ولا شاف أي حاجة. يمكن عشان كان وقت متأخر أو بدري قوي، محدش بيكون موجود في الحتة دي، الله أعلم. وكملوا بحث ودوروا في كل مكان ممكن تكون موجودة فيه، ولما وصلت الساعة 5 وما لقوهاش اضطروا إن هم يروحوا لقسم الشرطة يبلغوا. وكان معاهم صور لناتاليا، وبالذات آخر صورة اتصوروها مع بعض في الملهى الليلي، وده فاد الشرطة لأنهم عرفوا اللبس اللي كانت لابساه بالظبط إيه، وطلعوا نشرة بمواصفاتها. أول حاجة استغربوها إن لو في شلة بنات صغيرة في السن وسهرانين في ملهى ليلي، مفيش حد منهم ممكن يخرج يمشي لوحده وما يبلغش بقية أصحابه، وخاصة بيكون شربان. طب هل ممكن تكون خرجت مع حد قابلته في الملهى؟ استلطفوا بعض وقرروا إن هم يكملوا السهرة مع بعض، لكن صاحبتها أصروا إن هي مش بتشرب، وإن يوميها ما شربتش لأنها مش بتحب طعم المشروب ولا عمرها تعاطت أي ممنوعات، يعني كانت فايقة. أما أهلها برضو أصروا إن هي مش من النوع اللي هي ممكن تمشي وتخرج من غير ما تبلغ حد، وإن أكيد هي في خطر وإن في حد أجبرها إن هي تمشي. فالشرطة أخدت الموضوع بجدية ورجعوا تاني الملهى الليلي عشان يشوفوا كاميرات المراقبة، لكن للأسف الملهى الليلي ما كانش فيه كاميرات مراقبة. سألوا الموظفين اللي هناك، قالوا لهم إن كان في 3 شبان قاعدين في الترابيزة اللي جنبيهم، والشبان دول كانوا بيعاكسوا البنات طول الليل. لكن الشرطة كانوا مشتبهين في رونالدو صاحب المكتبة، الشخص اللي كان واقف بيتكلم معاه. استدعوه للتحقيق، قال لهم إن هو بريء وإن هو ما عملش فيها حاجة، وإن كل اللي عمله إن هو اتكلم معاها شوية وبعد كده سابها وراح قعد في عربيته يتكلم مع صاحبه، وغير كده ما يعرفش حاجة عنها. وهو قاعد في العربية لمحها وهي خارجة بره الملهى الليلي، غير كده ما خدش باله من حاجة لأنه كان مشغول بالكلام مع صاحبه. وإن لو حصل لها حاجة وصرخت أو حصل دوشة كنت أنا انتبهت، لكن مفيش حاجة لفتت انتباهي. لما اتحروا عنه وسألوا أهله وأصحابه ومعارفه، كلهم شكروا فيه، قالوا إن هو شخصية محبوبة طيبة، عمره ما أذى حد ولا عمل مشاكل مع حد. وعلى الرغم إن سمعته طيبة وكل الناس بتشكر فيه وما عندوش سجل إجرامي، إلا إنهم شاكين فيه لأن هو المشتبه الوحيد اللي قدامهم، هو آخر واحد كان بيتكلم معاه. فقرروا إن هما يفتشوا العربية بتاعته اللي كان سايقها يوميها
وده لأن في شهود شافوا عربيته قريبة من منطقة الغابات، وفي شاهد كان بيتمشى على البحيرة شاف عربية وكان فيها رجل وامرأة وكانوا في علاقة. كانت العربية دي كانت قريبة من البحيرة، قريبة كمان من الغابات. ولما سألوه عن مواصفات العربية ديت قال لهم نفس المواصفات عربية رونالدو اللي هي BMW. والكلام ده حصل في نفس الليلة اللي اختفت فيها ناتاليا، وده اللي زود الشكوك فيه، وخاصة إن الشاهد اللي شاف العربية موجودة قريبة من البحيرة وكان فيها 2، فشكوا إن هي ممكن تكون ناتاليا. ولما فتشوا العربية لقوا خصلات شعر طويلة كان لونها غامق موجودة على أرضية العربية. بعتوا الخصلات للطب الشرعي، ولما فحصها طلعت النتيجة غير متطابقة مع شعر ناتاليا، يعني كانت لشخص تاني. دوروا على أي دليل ممكن يدلهم على وجود ناتاليا أو عركة حصلت في العربية أو صراع أو أي أثر لبقع دم، لكن ما لقوش أي حاجة. بس لاحظوا إن هو منظف العربية بشكل ملحوظ وكأنه بيداري على حاجة، وده زود شكهم فيه، لكنها كلها أدلة ظرفية، ما لقوش أي دليل يدينه، لكنه مازال موضع شبهات. وفي 22 يناير كان في واحد بيسوق عربيته على الطريق السريع، لاحظ كان في حاجات متبعترة على الأرض كانت على جنب الطريق. الحاجات دي كانت محفظة واحدة وزوج من الأحذية، وكان في بطاقتها الشخصية اللي كانت طبعا بتاعت ناتاليا. ولما شاف الحاجات دي اتصل على طول على الشرطة، وبما إن في ضحية ومفيش جاني الناس بدأت تتكلم والإشاعات طلعت. وأكتر إشاعة بقى كانت منتشرة إنها كانت على علاقة بتجار مخدرات، وإنها كانت ضحية لنزاع بين تجار مخدرات منافسين. يعني البنت مولودة وبقها معلقة دهب، مش محتاجة فلوس ومش بتتعاطى ومش بتشرب. جبتوا منين الاستنتاج ده والإشاعة دي جت بناء على إيه؟ مش مفهوم. طبعا العيلة اتأذت، مش كفاية اللي هم فيه مش عارفين بنتهم عايشة ولا ميتة وكمان بتسوقوا سمعتها. فالأب طلع على التلفزيون ينكر كل الإشاعات دي وينفي أي علاقة بين بنته وبين تجار المخدرات وإنها مجرد إشاعة. وعلى الرغم من الكلام ده كله إلا الناس كانوا مصدقين الإشاعة دي وشايفين إن العيلة بتداري على بنتهم، وده طبيعي إن يحصل لما يكون في حاجة زي كده. والمصيبة إن الإعلام بدأ ينشر أكاذيب بناء على الإشاعات المنتشرة، وده أثر على سير التحقيقات، لأن في ناس كتير قوي بدأوا يتصلوا بالشرطة وكل واحد فيهم بيقول معلومة وكلها أكاذيب. من ضمنهم واحد قال إن هو شافها في المكان الفلاني، والتاني قال إن هو شافها وفي واحد بيخطفها. والمعلومات الغلط دي أخرت المحققين إن هم يوصلوا الحقيقة. بدل ما يركزوا جهودهم في إن هم يوصلوا للجاني كانوا بيستقبلوا المكالمات وكانوا بيروحوا الأماكن اللي الشهود بيقولوا إن هم شافوها فيها. وكان في فرق بحث متخصصة كان بيدوروا في كل مكان، وخاصة في الأماكن اللي قالوا الشهود إن هم شافوا العربية فيها عند البحيرة وعند الغابات. وفرق البحث دي كان فيها كلاب، وكمان الطيران العسكري كان ساعد في إن هو يدور معاهم عليها. ده حتى إدارة الإطفاء كانوا بيدوروا في أنظمة الصرف الصحي وما لقوش أي أثر لها. وطبعا كل ما بيمر الوقت كل ما بيفقدوا الأمل إنها ممكن تكون عايشة. وفي أحد الشواطئ على جراند بيتش لقوا عظام، لما فحصوا العظام دي لقوها مش عظام بشرية. أما أهلها كانوا عايشين على أمل إنها ممكن تكون عايشة وإن في واحد خطفها، وخاصة إن عدى شهر على اختفائها، يعني لو كانت ماتت كان لقوا جثتها فأكيد هي عايشة، وده الأمل اللي كانوا بيصبروا نفسهم فيه. وفي 10 فبراير 2007 لقوا جثة امرأة في أحد الغابات الكثيفة كانت قريبة من البحيرة على بعد ميلين بس من الملهى الليلي. كانت حالة الجثة كانت سيئة جدا، وده لأنها كانت متعرضة للعوامل الجوية. لاحظوا إنها بنفس اللبس اللي ظهرت فيه ناتاليا في الصور اللي هي كانت متصورة فيها في الملهى الليلي مع أصحابها. وافتكروا الشاهد اللي قال إن هو كان بيتمشى على البحيرة وشاف 2 في العربية، لأنه شهد إن هو شاف ال2 دول في العربية في نفس المنطقة اللي لقوا فيها جثة ناتاليا. وأما قال لهم على مواصفات العربية قال لهم نفس مواصفات عربية رونالدو الBMW. طبعا بعتوا الجثة للطب الشرعي. حالة الجثة كانت سيئة جدا لدرجة إن هم استدعوا 5 من خبراء الطب الشرعي
عشان يشتركوا في تحليل الرفات بتاعتها، ولأنها كان في صعوبة إن هم يعرفوا سبب الوفاة، بس اتأكدوا إن هي رفات ناتاليا. كان في علامات خنق على رقبتها، فاستنتجوا إن هي ماتت بسبب الاختناق، واستبعدوا وجود أي كحول أو مخدر أو سموم في دمها، وبكده عرفوا إن هي ما تسممتش. لكن ما قدروش يحددوا إذا كانت تعرضت للاعتداء ولا لأ، لأن طبعا حالة الجثة كانت صعبة جدا. لقوا إنها كانت مربوطة بخيط نايلون، لكن ما قدروش يحددوا إذا كانت مربوطة قبل الوفاة ولا بعدها. ده كل اللي قدروا يوصلوا له من تشريح الجثة، طبعا لحالة الجثة السيئة. بعد شهور من اكتشاف جثتهم لناتالي، لقوا جثة روبن أوليف. الشخص اللي كان سايق بعربيته لقى الحاجات متبعترة على الطريق. لقوا الجثة أسفل منحدر، كانت قريبة من بيته. أول حاجة فكروا فيها إن هو اتخلص من حياته، لكن كل أهله وأصدقائه ومعارفه قالوا استحال إن هو يعمل كده، لأنه كان شخص متدين جدا، ومفيش أي أسباب في حياته ممكن تخليه يعمل كده، ولا هو مريض نفسيا ولا عقلانيا ولا جسمانيا، فليه يعمل كده في نفسه؟ ولما شرحوا الجثة طلع إن هو مات نتيجة ضربة قوية على راسه قبل ما يقع من منحدر، وبكده اتأكد إن هو اتقتل. طب له علاقة بقتل ناتالي ولا لأ؟ مش عارفين. وطبعا عيلة ناتالي أما عرفوا إن بنتهم ماتت كانوا متدمرين نفسيا، وخاصة أبوها لما عرف إن بنته اتقتلت، وقعد يفكر ويتصور الساعات الأخيرة في حياتها وإزاي المجرم اتخلص منها، وإزاي هي عانت قبل ما تموت. دخله في حالة اكتئاب، كل الشعور ده وصله لحالة اكتئاب شديد، وخاصة السمعة اللي هي طلعت على بنته إن هي بتتاجر في المخدرات. ما قدرش يستحمل كل الضغط النفسي ده، فقرر إن هو يتخلص من حياته. مسك مسدسه وصوبه ناحية راسه. وكانت مصيبة تانية، الناس لسه ما فاقوش من الصدمة الأولانية، جات لهم صدمة تانية. ولما بلغوا الشرطة وجم، عرفوا إن هي مش جريمة قتل، وإن مفيش أي شبهة على موته، فتم قفل القضية على إنها جريمة تخلص من حياته. ولأن مفيش أي تحديث حصل في القضية، فالقضية أصبحت باردة. مر 3 سنين على اكتشاف الجثة، لغاية ما ظهر دليل جديد. اكتشفوا إن في رسائل بعتتها لصاحبتها بتقول لها فيها قبل ما هي تختفي بأيام إن هي اتعرفت على واحد على النت، وإنهم اتفقوا إن هم هيتقابلوا في الملهى يوم اختفائها. وده ما يعتبرش دليل جديد، ده يعتبر تقصير منهم، إنهم كانوا مركزين كل جهودهم في رونالدو، مقتنعين تماما إن هو القاتل، فما بحثوش ورا أي دليل ممكن يوصلهم للمجرم، لأن هم مقتنعين المجرم هو رونالدو. وده خلاهم يتأخروا في تحقيق العدالة لمدة 3 سنين. ومن خلال الرسائل عرفوا إن الراجل اللي اتفقت معاه إنها تقابله في البار كان واحد من الشباب ال3 اللي كان قاعدين بيعكسوهم وبيضايقوهم طول الليل، اللي كان قاعد في الترابيزة اللي جنبيهم. وده تقصير تاني من الشرطة، كان في شكوى إن في 3 مضايقين البنات، وعلى الرغم من كده ما حققوش معاهم ولا اهتموا بكل الكلام اللي سمعوه عنهم، وأكنهم ما سمعوش حاجة. وأخيرا قرروا إن هم يحققوا مع الشباب ال3، طلبوهم للتحقيق. ولما استجوبوهم لاحظوا إن هم متوترين مرتبكين، ولما سألوهم عن مكان وجودهم وقت اختفاء ناتالي، كل واحد فيهم قال كلام مختلف عن التاني، كان في تناقض في كلامهم، وده اللي خلاهم يشكوا فيهم. قدروا يوصلوا لصاحبة واحد من ال3 شباب، صاحبة رودريكو اللي اعترف لها بأنه متورط في قتل ناتاليا. كان وقتها عمره 25 سنة. لما اتحقق معاه سألوه هو كان فين، كذب عليهم عن مكان وجوده، وده اللي اتأكدوا منه من شهادة صاحبته، وكمان لما تتبعوا مكان وجوده ليلة اختفاء ناتاليا عن طريق تليفونه، وبكده عرفوا ان هو بيكذب. اخدوا منه عينة DNA، لكن ما استفادوش بيها بحاجة، وده لأن الجثة كانت في حالة سيئة جدا. طبعا ال3 أنكروا إن هما لهم علاقة بقتل ناتاليا، وبناء على شهادة صاحبته اللي قالت إن هو اعترف لها إن هو متورط في قتل ناتاليا، ولأنه كذب عن مكان وجوده، اعتبروه المشتبه الرئيسي، واستدعوه تاني للتحقيق في يوم 8 يونيو 2010. وفي الاستجواب سألوه إذا كان يعرفها أو له علاقة بيها ولا لأ، لكنه أنكر إن هو يعرفها. فواجهوه بالرسائل اللي كانت بينهم على النت، وإن هو كان متفق معاه إن هما يتقابلوا في الملهى الليلي. وبناء على الأدلة دي اعترف إن هما فعلا اتعرفوا على بعض على النت، وإن هما اتفقوا إن هما يتقابلوا في الملهى الليلي،
لكن الأمور ما مشيتش زي ما هو كان يتمنى. طول الليل كان بيحاول يتقرب منها وهي كانت بتصده، فقرر إن هو يستدرجها لوحدها بعيد عن صاحبتها، فاقترح عليها إن هما يكملوا سهرتهم في مكان تاني قريب. وطبعا ده كانت خدعة لأنه ما ودهاش المكان القريب اللي هو قالها عليه. وعلى حسب اعترافاته بدل ما هو ياخدها المكان قريب يكملوا سهرتهم، أخدها المكان بعيد. حاول معاها بس هي رفضت، وبسبب إن هي كان عندها الربو وبسبب محاولاته جات لها الأزمة وبعد كده جات لها التشنجات. وطبعا ما كانش معاها الجهاز بتاعها، وبسبب الأزمة ماتت. طبعا هو اتصدم وارتبك وخاف لما عرف إن هي ماتت ومعرفش يتصرف. وبدل ما يتصل بالطوارئ يمكن يسعفوها، قرر إن هو يخفي الجثة. جرها لوسط الغابة وبعدين ربطها بخيط نايلون ورمى عليها فروع شجر عشان يداريها. بس هم مقتنعين إن هو مخبي الحقيقة، وده لسببين: بسبب الشاهد اللي شاف اتنين في علاقة في العربية، والسبب التاني آثار الخنق على رقبتها. وواضح إن سبب الجريمة إن هو كان بيحاول معاها وهي رفضت، وأما رفضت خنقها. واللي أكد على الكلام ده الطب الشرعي إن سبب الوفاة الخنق، يعني جريمة مش وفاة طبيعية. وإذا كان هو بريء وهي ماتت نتيجة أزمة الربو، كان اتصرف واتصل بالشرطة، حاول ينقذها، ما كانش داري جثتها. ولو اتصل بالشرطة هيثبت براءته إن هو ما عملش فيها حاجة. واللي أربك المحققين في الأول وافتكروا إن رونالدو هو المجرم بسبب الشهود اللي شافوا عربيته في الغابة. بس اتضح إن رودريجو عنده عربية تشبه عربية رونالدو، هي ماركة مختلفة بس بالليل هتشوف نفس الهيئة بتاعت عربية رونالدو ونفس اللون. بالإضافة إن هو كان آخر واحد كان معاها، فكانوا متأكدين إن هو القاتل، وما فكروش في احتمال تاني إن يكون رونالدو ممكن يكون بريء وإن يكون فيه مجرم تاني. وبعد اعترافه برأوا صحابه الاتنين اللي كانوا معاه وأطلقوا سراحهم واتقبض عليه. المضحك والمبكي في الموضوع إن أهله كانوا خايفين عليه وقلقانين من المساجين داخل السجن إنه ممكن يعملوا فيه حاجة، بس مدير السجن طمنهم وقال لهم إن هو في حمايته. وفي أول جلسات المحاكمة رودريجو تراجع عن اعترافه وقال لهم إن هو اعترف تحت الضغط، وعلى الرغم في اعترافه قال عن تفاصيل ما يعرفهاش غير القاتل زي ما كانت الجثة. أما محاميه فقال إن موكله ما كانش موجود ليلتها في الملهى الليلي، وقدم تصريح من صاحب العمل بيقول فيه إن رودريجو كان موجود ليلتها في الوردية بتاعته وإنه كان شغال، وده يخلي فيه استحالة يكون شخص موجود في مكانين في وقت واحد. وقال كمان إن تاني يوم اختفاء ناتاليا رودريجو حضر حفلة زفاف كان لأحد أصدقائه، وكل الحاضرين ملحظوش عليه أي توتر ولا أي حاجة أو أي سلوك غير عادي أو أي مظهر يدل على إنه كان مرتكب جريمة الليلة اللي قبليها. استدعوا ليوناردو كشاهد بعد أن تم تبرئته من الجريمة، وقال في شهادته إن هو في الفترة اللي كان واقف فيها بيتكلم مع ناتاليا كان بيلاحظ عليها إن كل شوية بتبص على الشاب اللي قاعد في الملهى، وطبعا ده لفت انتباهه، فبص ناحية ما هي كانت بتبص لقى إن هي بتبص على رودريجو. وصاحبتها كمان قالوا في شهادتهم إن هو كان موجود ليلتها في الملهى الليلي. أما الطب الشرعي فقال إن الربو اللي بتعاني منه ناتاليا مش ممكن يتسبب في وفاتها بسرعة، وإن الأزمة بتاخد ساعات عشان يتسبب في وفاتها مش في دقايق زي ما رودريجو قال، وإن السبب في وفاتها كان الخنق، وده بسبب العلامات اللي كانت موجودة على رقبتها. ولحسن حظه إن الجثة كانت حالتها سيئة جدا، فما قدروش يدوا تفاصيل أكتر من كده أو يقارنوا الدي إن إيه الخاص بيه بالدي إن إيه اللي هيكون موجود عليها لو تم الاعتداء عليها، وده ما قدروش يثبتوه. أما الادعاء فقال إن شخصيتها من نوع الحذر، يعني مش ممكن تروح أي مكان مع أي حد ما تعرفوش كويس وما تثقش فيه، وده يخلينا نستنتج إن هو تم خداعها أو إجبارها. واللي يأكد كذب روايته الطريقة اللي أخفى بيها جثتها، يعني لو واحد اتفاجئ وارتبك مش هيكون ثابت كده ويفكر بكل دقة بالشكل ده. وبكده كل الأدلة بتدل على إنه هو القاتل. وفي سبتمبر 2010 اتهم بارتكاب جريمة القتل واتحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنين. بس بعد أشهر يعني في فبراير 2011 قدم استئناف، والاستئناف اتقبل، وفي 27 أكتوبر 2014 كان قضى 4 سنين وشهرين في الحبس وبقى مؤهل للإفراج المشروط، وده بسبب حسن سلوكه في السجن.
أبوه كان مقتنع إن ابنه بريء وإنه مش هو القاتل، وإن قرار المحكمة كان خاطئ، بس كل الأدلة كانت عليه. وطب ليه كذب؟ أنا شايفة المجرم في القضية دي هو الشرطة، لأن كان في تقصير كبير من الشرطة. إزاي ما اهتموش بكلام الشهود إن في شباب كان بيعكسوهم؟ وطبيعي الإجراء اللي بيتم في كل القضايا إن المحققين بيراجعوا سجل المكالمات، يشوفوا هي اتواصلت مع مين، مين كلمها، يراجعوا تليفونها، يشوفوا آخر مكان كانت موجودة فيه. ما عملوش أي حاجة. لا، والنكتة إنه أهله كانوا خايفين عليه من مساجين، ومدير السجن طمنها ما تقولش إن هو رايح سينما. ولا انتوا ايه رأيكم؟ يا ريت أسمع رأيكم، ده بيديني تشجيع. أحب أسمع رأيكم، وأشوفكم على خير في قضية جديدة. سلام.